السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد إجراء مباريات اليوم من دوري روشن السعودي لكم أبرز النتائج. الاتحاد يواصل ترنحا وهزيمته أمام الفتح بثنائية. الهلال يواصل الاقتراب بثلاثية في مرمى الخليج. الشباب والأخدود بدون أهداف، والاتفاق يهزم الرياض بهدف مقابل الشيء، وبالتالي الاتحاد لا زال متصدر ب 65 نقطة، الهلال ثانيا ب 61 نقطة، فارق الأربع نقاط. النصر ثالثا ب 57 نقطة لكن مع مباراة ناقصة، والهلال رابعا ب 52 نقطة، وبالتالي صراع ثلاثي الهلال والنصر والاتحاد من أجل اللقب. القادسية خامسا 52، الشباب 50 نقطة، الاتفاق سابعا ب 40 نقطة، ثم التعاون ب 38 نقطة. في المراكز الأخيرة لدينا العروبة في المركز 15 ب 26 نقطة، يلي الأخدود ب 25 نقطة، ثم الوحدة في المركز ما قبل الأخير ب 23 نقطة، والرائد في المركز الأخير ب 18 نقطة مع فارق المقابلات. كريستيانو رونالدو لاعب النصر هداف دوري روشن السعودي ب 23 هدف، يلي المغرب عبد الرزاق حمد الله ب 20 هدف، ثم كريم بنزيما ماركوس ليوناردو ب 17 هدف، وبالتالي صراع ثنائي بين حمد الله وكريستيانو.